تعالوا بقى هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي، أكلة بجد خطيرة. هنعمل كده شوية رز وعدس، حاجة كده وهمية. شوية رز وعدس كده تدفي وتشبع في البرد ده. البرد ده بجد عايز الأكلة دي، أكلة كده تدفي وتشبع. ريحتها في البيت بس بتدفينا. هنعمل شوية رز بعدس كده على بعض، حاجة كده حلوة قوي. كمان هناكل معاهم شوية سلطة خضرة كده، حاجة كده تفتح النفس وتشبع في البرد ده. هنعمل أكلة اقتصادية بسيطة وسهلة، الطريقة سهلة قوي. هقول لكم ازاي العدس يبقى لونه بالشكل القمر ده ويكون لون أصفر قوي، وكمان طعمه حلو قوي. هنضيف له بقى الجزر اللي هيخلي طعمه حلو قوي، طعمه كده مسكر وزي السكر. هنعمل النهاردة الرز مع العدس والسلطة الخضراء، أكلة حلوة قوي. قبل ما ابدا معاكم وصفتي، انا عزه. لو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا معايا كل وصفاتي الجديده. شايفين الجمال؟ أكلة كده تفتح النفس في البرد. يلا هنبدأ على طول وهقول لكم ازاي عملنا العظمة دي. معايا هنا كوبايتين من العدس، كوبايتين من العدس الاصفر، وزي ما انتوا شايفين كده كوبايتين مليانين قوي. في نفس الكوباية هاخد كوباية كمان من الرز. هناخد كوبايتين عدس هنحط عليهم كوباية واحدة بس من الرز. الرز مش بيكون كتير علشان يبقى الاكل طعمه كده حلو، والرز بالعدس كده طعمه حلو قوي. هنقلب بقى الرز مع العدس كده بالشكل ده، هنخلطهم كويس قوي بايدي كده، هخلطهم كويس قوي. وبعد كده هاخدهم بقى واغسل الرز والعدس كده كويس قوي. هغسلهم بقى واصفيهم، وبعد كده بقى هقول لكم هنعمل ايه. بعد ما خلطتهم بقى كويس قوي هاخدهم بقى علشان اغسلهم. على النار بقى هنحط كده بقى حلة على النار، كنت ولعت النار وهحط حلة على النار، وهنزل بشوية جزر مبشور. وطبعا الجزر المبشور او ضربته كده في الكبة مهم جدا لوصفتنا. وهحط بقى شوية مية من الكاتل كده، وهسيب بقى الجزر يستوي قبل ما نحط الرز والعدس. حطيت بقى الملح، هنظبط الملح طبعا معلقتين من الملح، لانه الجزر بيدي كده طعم مسكر للاكله النهارده. هحط كمان معلقه من الكركم الاصفر، وده برضو حلو قوي، بيخلي لون الرز والعدس حلو قوي، وكمان بيضيف قيمة غذائية عالية للرز والعدس. هنا كان الجزر خلاص استوى اللي بشرناه، وهنا نزلنا بالرز والعدس اللي غسلناه كويس قوي وصفيناه. هنقلب بقى وهنظبط المية، وهنسيبه بقى يستوي على نار عالية. بعد كده هنوطي النار قوي لحد بقى ما يتشرب كل المية الأول، يتشرب المية الأول على نار عالية. بعد كده هنوطي النار علشان يستوي بقى على نار واطية. بعد كده هنشوف بقى احلى شوية رز وعدس بالشكل القمر ده. شايفين لونه حلو قوي. طبعا الكركم الاصفر بيضيف لي لون حلو قوي وقيمة غذائية كمان، وكمان الجزر بيخلي طعمه مسكر وزي السكر. هنا بقى حطيت شوية زيت كويسين قوي كده، ومعاهم بقى حتة سمنة كويسة برضو، وهنقدح الزيت مع السمنة كويس قوي. بعد كده هننزل بالزيت والسمنة على الرز بعد ما يتقدح كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي بقى الرز والعدس طعمه خطير بجد. هنقلب بقى كويس، وطبعا مهم جدا ان الزيت يبقى مقدوح كويس قوي عشان بيضيف طعم حلو قوي للرز والعدس. هنا معايا احلى شوية رز وعدس بالشكل القمر ده. شايفين الجمال؟ حاجة كده وهمية. هنغرف بقى الطبق الجميل بتاعنا. طبعا هنغرفه كده في حاجة كبيرة قوي عشان ناكل مع بعض كده، ونلم العيال ونلم العيلة على طبق الرز والعدس القمر ده. وأكلة كده تدفي كده في البرد ده، وكمان اقتصادية بقى وحلوة قوي. هنحط بقى شوية السلطة الخضراء كده، وكده تبقى الأكلة معانا خطيرة. شوية رز وعدس بقى، حاجة كده وهمية. كمان السلطة الخضراء مهمة جدا في أكلتنا النهاردة. طبعا لو عندك بقى مخلل، عندك شوية جرجير، أي حاجة بتكون حلوة قوي مع الرز والعدس. بس أنا هنا عملت سلطة خضراء
وبحبها قوي الاكله دي مع السلطه الخضراء، بتبقى حلوه قوي وطعمها كمان خطير. عملنا النهارده شويه رز وعدس كده، حاجه كده زي الفل وزي العسل، هتعجبكم قوي. يا ريت تجربوا وصفتي، ويا ريت تقولوا لي رايكم، ويا ريت تقولوا لي كمان بتسموا الاكله دي ايه. احنا بنقول عليها رز وعدس. دي كانت وصفتي وده كان الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه، وكمان تحطوا لايك للفيديو.